مرحبا بكم جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من يقدم عزمي بشارة؟ عزمي بشارة لا يقدم، وبالتالي فتقديمي له سيكون فقط مرحبا بك في بلدك وإلى الكلمة. شكرا. ممكن أبقى جالس؟ شكرا فخامة الرئيس. إذا نشكر الدكتور عزمي بشارة ضيف تونس المبجل وضيف رئاسة الجمهورية. يعني نريد هذا النقاش أن يكون يعني مفتوحا عفويا لكن محددا بالتوقيت طبعا. إذا سيد الرئيس المداخلة الأولى، لأنه رفع أول واحد يده مش لأنه سيد الرئيس. تفضل سيد الرئيس. أنا أريد أن أشكر عزمي بشارة على هذه المحاضرة التي يعني فاقت كل توقعاتي، وعلى كل حال جاءت بكثير من الأفكار الجديدة. تعلم أني أنا والشيخ فكرنا كثيرا في موضوع العلمانية وكتبنا فيها كثيرا، وحقيقة أعطيتنا إضاءة هامة. لكن اسمح لي أقول لك أنه يعني حسب رأيك ألا تعتقد أنه وراء الوراء، يعني وراء المعارك النظرية ووراء المعركة السياسية ووراء الأطراف التي تتجاذب هذه المعركة السياسية، أليست القضية في الواقع هي قضية الاستبداد؟ أي أن الرهان الحقيقي هو بالنسبة للبعض كيف يعيد هيكلة الاستبداد، وبالنسبة للبعض الآخر كيف يقي هذا المجتمع المسكين من الاستبداد وما هي الآليات. وبالتالي فإن نستطيع أن نناقش إلى أبد الدهر في قضية علاقة الدين والدولة، أي علاقة المتخاصمين باسم الدين والمتخاصمين باسم الدولة، وأنه في آخر المطاف إما نعود إلى هيكلة جديدة للاستبداد أو نعود إلى حل لمعضلة الاستبداد، وهذه لا تكون إلا بالديمقراطية. وبالتالي فإننا في آخر المطاف الخيار سيكون الديمقراطية، علما وأن الديمقراطية نفسها تخضع لنفس القانون، أي أن وراء الديمقراطية بشر يريدون عبر الديمقراطية السلطة والثروة والاعتبار، لكن على الأقل هذه الديمقراطية فيها آليات علاجها، بينما الاستبداد ليس فيه إلا آليات مزيد من المرض. بس الرئيس على الأقل من جاب واحد بقول ناخذ مجموعة أسئلة، الرئيس على الأقل نجاوبه وحده يعني ناخذه مع مجموعة أسئلة يعني. شكرا جزيلا الحقيقة أولا على التعليق. طبعا أنا لا أتفق معك، هذا يعني مش أول مرة بتفق معك. نحن سعداء اليوم برؤيتك يعني في هذا المنبر بالذات، ونحن نحيي هذه المبادرة لرئاسة الجمهورية، وهي يعني تقليد جديد كان في ضرب الخيال في واقع الأمر. أنا لي